السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبائي في الله، منوريني ومشرفيني وجودكم على راسي من فوق. يا صباح الكركبة ويا صباح كل حاجة بصوا بايظة. طبعا انتوا مصدومين لان الفيديو اللي فات انا كنت طبعا معاكم وكنا مزعفين السقف ومنفضين الشبابيك وماسحين وكنسين والدنيا كانت متظبطة كده وفلة. ايه بقى الكركبة اللي حصلت دي؟ هقول لكم. المكتب والمكتبة دول انا طلعتهم، وطبعا دخلت اوضة الاطفال زي ما انتوا شفتوا السراير متبهدلة عليها حاجات. وهنا كان في غسيل عايز ان انا اطبقه، اللي انا كنت نشراه معاكم المره اللي فاتت وقلت لكم اللي فلمته طبعا عايز يتطبق. وهنا الاوضه ديت لسه ما اتكركبتش، بس انا جبت السلم دوت عشان عايزه بقى ابدا اركب الستاير اللي هي التقيله دي طبعا لازم بتحتاج السلم لانها بتبقى تقيلة جدا ورخمة جدا في التركيب، ان كانت هي بتاعت الاوضة دي او بتوع الصالة. التانيين بيبقوا سهلين، بقف على كرسي المكتب عادي وبركبهم، بيبقوا خفاف على ايدي يعني وسهلين. وهنا الديب فريزر دوت عايزة بقى ان انا احط فيه الادراج واشغله النهاردة، هنبتدي بقى نعمل شوية روتينات حلوة لان النهاردة هيبقى يوم الفرش. خلاص خلاص يا ناس، خلاص ياهو. اخيرا هبتدي ان انا بقى افرش الشقة والدنيا والكركبة بقى دي كلها هتروح لحالها يعني الحمد لله. هنا بقى ابتديت قلت بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ نقلل شوية بقى في الكركبة، عشان خاطر ايه ابتدي ان انا اخد اوضة اوضة كده معاكم وافرشها. بصوا انا اليوم دوت، بصوا انا دلوقتي بصور لكم الحمد لله فرشت والدنيا حلوه، وواحد بقى حاسس ان نفسيته بقت مرتاحه قوي بجد والله. يا بصوا في فرق شاسع ما بين قبل وبعد، يعني احساس جميل. وزي ما قلت لكم كده ان الدنيا لما بتتكركب فعلا حواليك انت غصب عنك بتقومي وتتشجعي وتعملي. يعني انا بصوا كنت اقوم من بدري جدا، او امشي عيالي على المدارس واروح جايه بعدها بقى لا هبتدي بقى اعمل في الشقه. لازم ما نمشي كل يوم بالليل الا لما يكون الشقه شكلها حلو ومترتبه، انما اجي بقى الصبح كركب يعني انا بالليل قبل ما انام اكون مرتبه وماسحه وعامله كل حاجه زي ما انتوا بتشوفوا في الفيديوهات اللي فات. اجي الصبح بقى اشوف بقى حاجه تانية زي كده، اني مثلا شلت المكتب طلعته بره. انا طبعا هغير نظام اوضه الاطفال وكمان هغير نظام في الصاله، لان بجد انا حاسه عايزه تغيير، يعني انا حاسه ان انا عيني زهقت من شكل الشقه، فانا عايزه اغير. فهنا كنت فضيت المكتبه بقى، كل الحاجات دي كانت في قلب بقى المكتبه، فرحت جايه ايه خلصت طبق الغسيل وجبت الطبق التاني ورحت جيت لميت بقى كل الحاجات دي في الاطباق ودخلتها طبعا برضو الاوضه اللي انتوا عارفينها يعني. وجيت هنا بقى مسكت الديب فريزر ركبت فيه الادراج بتاعته، ورحت جايه بقى اسيبه بقى على كده، لا ده انا ولا زقيته ولا نفضته من ورا ولا اي حاجه، فرحت جايه زقاه ورحت منفضاه من ورا ورحت جايه مرجعاه مكانه تاني، ومسحه وراه ومظبطه الدنيا وراه يعني عشان يبقى ايه راجع على نظافه. اول اوضه مسكتها فرشتها هي كانت الاوضه دي. آه عملت ايه زي ما قلت لكم، اول حاجه مسكت الفريزر عملته وظبطته ورحت جايه ايه كنسه ومسحه الارض بالشكل اللي انتوا شفتوه، وابتديت بقى ان انا اركب واعلق في الستاير. فالفريزر انا ما شغلتوش، لازم بعد ما تحركيه، يعني هو كان بقاله يوم ونص مفصول. صفى ميته وظبطته وعملت فيه كل حاجة، بس لازم ان انتي طالما حركتيه على الاقل كده 3 4 ساعات عقبال ما تشغليه، فانا سبته خالص قبل يعني بعد العصر كده رحت جايه مشغلاه، بالرغم ان النور يومها كان بيقطع وكان زهق السنين. بصوا بقى هنا الأوضة، يا سلام يا سلام. خلاص كده فرشتها، وبوريكم بقى ايه قبل بقى ما احط التلفزيون والدنيا ترجع تتكركب، كانت واسعة وحلوة. حطيت بقى التلفزيون طبعا في الأوضة عشان عيالي في الشتاء يقعدوا بقى على السرير ويبقوا متغطين كده ويبقوا يتفرجوا بقى على الكرتون على حاجة وكده. ما دخلت الموتوسيكل بتاع آدم، انا دايما بحطه في الأوضة ديت ايه بعيد بقى عن الرايح واللي جاي وكده. ايه ده، هي مش الأوضة دي كانت من شوية كده ربنا هديها وكانت مترتبة؟ ما هو انا بقى مسكت بقى الأوضة ديت رحت جاية شايلة بقى تاني المخدات والشلت هنا دخلتهم هنا في أوضة النوم، ورحت ركبت بقى الستاير ورحت فرشت السجادة ورحت طبعا مسحت وكنست وكده. وادي الأوضة بعد ما اترتبت، ياه
ياه، انا ما عرفتش اصور بصراحة، لان طبعا كان في زق وطلعان على سلالم ونزول من على السلالم، فكان الموضوع هيبقى صعب شوية معايا في التصوير. فايه انا قلت بقى انا عملت معاكم كل يعتبر الحاجات اللي فاتت ديت، فايه انا بقى هوريكم على الفرش على طول. وبصراحة النور يوميها قرفني كل شوية، حتى وانا بعمل لكم اوضه النوم دلوقتي هتشوفوا بقى المفاجأة بتاعة النور. يعني هو قطع معايا في التصوير برضو المرة دي، وكان برضو قطع معايا في قبل كده. خرجت برضو هنا الكومودينو وخرجت التسريحة. بصوا زقيت كل حاجة في الأوضة برضو عشان ايه اعمل من وراها وكده. هنا بقى ايه انا ابتديت اركب في الستارة زي ما انتوا شفتوا كده، وهبتدي بقى نعمل في الستارة ديت، كنت بعملها معاكو. فراح النور طبعا قال لي انتي هتعملي ايه؟ لا والله العظيم بصي خليها علينا احنا وراحتك اهو شفتوا. راح قطع، بس بصراحة ما طولش عقبال بقى ما ركبت الستاير وكده، كان المرة دي جه على طول. هو يعتبر كان معظم الوقت بيقطع ويجي يقطع ويجي، انما كان جه بقى في الوقت اللي هو من الساعة 12 تناه قاطع لحد الساعة 2. وجه بالليل بقى يقطع حوالي مثلا ربع ساعة تلت ساعة ويجي قطع حوالي بالليل يجي 4 أو 5 مرات على الوضع ده. فبقيت بالليل برضو يعني عملت المطبخ في الضلمة والله بجد، وعملت الأوضة بتاعت الأنتريه في الضلمة، فهتشوفوا بقى اتبهدلت في اليوم دوت بس على وحتى أنا ما عنديش كشاف، يعني الكشاف اللي عندي عايز بطاريته باظت من قلة الشحن، بطاريته باظت. فنصيحة يا جماعة والله بجد، انا يعني جوزي حذرني لانه كان مغير له بطارية قبل كده، والراجل صاحب البطاريات وكده قال له ان لازم ان ان انت تفضي الشاحن باستمرار وت... وترجعي تشحنيه تاني. انما انا كمان النور كأنه بيعاندني في الوقت اللي بيبقى الكشاف فيه كويس وشغال، النور ما بيقطعش والله بجد، تحس انه بيعاندني. فطبعا انا هشغله ليه والنور مش بيقطع؟ فالراجل قال له لا، قطع او ما قطعش المفروض ان انت تشغل الكشاف يفصل وتشحنه اول باول عشان البطارية بتركن. وده اللي حصل يعتبر كمان في موتوسيكل ادم، لانه ما كانش بيلعب بيه كتير. فتقريبا برضو لما البطارية ركنت برضو بقى دلوقتي مش عارفين نشحنه برضو، فبابا بقى هيوديه برضو يشوف له بطارية وكده ايه عشان يلعب بيه برضو وكده. هنا زي ما انتوا شفتوا كده بقى مسكتش الأوضة، كنستها ومسحتها وفرشتها بالسجاد بصوا يعني. ورحت جايه بقى حطيت المفرش القطيفه بتاعي انا بتاعي ايام فرحي، فبصراحه لونه عاجبني قوي. وكمان الورد اللي فيه اللي هو البينك ده ماشي بقى مع لون الستاير، والدنيا ايه بقت نظيفه وجميله وحلوه واموره كده زي ما انتم شايفين. بس انا بقى ولا طلعت هنا بطاطين ولا الحفه، وفي الاوضه التانية اللي انا عملتها برضو ولا طلعت بطاطين ولا الحفه. انا بكره كركبه الشتاء موت والله بجد، تلاقي بطاطين كتير والحفة كتير، فاحنا لسه ما دخلناش بقى في المراحل دي. وبعدين احنا مش هننام في الأوضة ديت، هننام في أوضة الأطفال. وهوريكم بقى هنعمل ايه، تعالوا بقى على أوضة الأطفال وعلى الكارثة الكبرى. بصوا بقى انا ضميت هنا السريرين جنب بعض، ورحت جيت مدخلة القطعة ديت من الركنة. هتحس ان النظام مش قد كده دلوقتي، بس اما افرش بقى واكمل فرش هتشوفوا النظام عامل ازاي. ضيقت الدنيا، والدنيا تحس انها ضاقت شوية، بس بعد الفرش هتبان. بصوا بقى انا عملت الركنة كده، انا شلت منها وقفلتها بالشكل دوت. هي القطعة دي لما بتتحط بتبقى في تحت الشباك، والقطعة اللي هي المقفولة دي بتبقى جنب الحيطة اللي هي الفاضية دلوقتي. هوريكم بقى النظام هيبقى شكله عامل ازاي. بصوا بقى انا دلوقتي ابتديت بقى ان انا حطيت المرتبة، لاني كنت شايلة السرير ده خالص، وكنت شايلة الحاجات اللي تحته وكنسته ومسحته، ورحت جيت زقيته جنب اخوه، ورحت حطيت الحاجات التانية، ورحت جيت حطيت الملل. بصوا يعني اتظبطت بصراحة. فجيت هنا بقى ايه حطيت المراتب جنب بعضها، ورحت كنست الأوضة ومسحتها. وهبتدي ان انا بقى ايه افرش الأوضة كده كده واحدة واحدة. فبصوا التغيير مطلوب والله بجد، لو هتغيري حاجة بسيطة. يعني انا حاسة من ساعة ما غيرت كده وحاسة ان نفسيتي برضو ارتاحت. العين بتحب دايما التغيير. هنا بقى كنت ابتديت طلعت بقى الدفايات بتاعة السرير اللي هفرشها، وجبت الستارة اللي هحطها، وجبت كمان كل حاجة هتتحط في الأوضة. تا 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 تا. بص بقى الأوضة بقت بعد الفرش بقت شكلها عامل ازاي اهي. والحتة الضيقة دي طبعا احنا مش هنحتاجها في حاجة، لان احنا مش هنخش هنا. يعني حتى انا حاطة دواسة صغيرة على اساس برضو ايه اللي نايم على حرف السرير
مطلعش عليه. يعني انا كنت عامله كده السنه اللي فاتت، بس انا ما صورتش معاكم ساعتها، ساعه ما كنت عامله الاوضه كده. فانا ما كنتش هعملها بصراحه السنه دي كده، فجوزي قال لي لا. وده سلك الكمبيوتر انا هطلعه طبعا، لان مش هيبقى بقى في كمبيوتر في الاوضه، فالوصله دي مش هحتاجها بره دلوقتي، وهقول لكم انا هعمل ايه. فجوزي قال لي لا اعملي كده، احنا كنا السنه اللي فاتت متدفيين وكده طبعا. انا عيالي مناعتهم ضعيفه جدا وبيعروا الغطا كتير، فاحنا بننام بقى في الشتاء كلنا هنا، بندفي بقى بعضينا وكده، وبيبقى النومه تحس كده ان هي فعلا الشتاء حلاوته الدفى واللمه. يعني تحس كده ان جو اسري حلو كده. بصوا بقى، انا عملت الركنه كده بالشكل دوت زي ما انا قلت لكم، وهبتدي بقى ان أنا ايه افرشها معاكم واحده واحده. جيت هنا بقى جبت دلوقتي طبعا انا الركنه ديت، انا كنت عملت معاكم الركنه الرصاصي، وقلت لكم الركنه دي انا مش هعملها دلوقتي، لان برضو كان لسه في تنفيض، وكان لسه في مسح وكنس وجر وشد اللي انتوا شفتوه ده. فطبعا خلاص طالما هاجي بقى افرشها، يبقى لازم ايه اظبط الدنيا فيها وكده. كده اوضه الاطفال دي كانت رابع اوضه، لان انا عندي 4 اوض مفتوحين في الصاله، كانت رابع اوضه. بصوا بقى المنظر. وبعد كده بدأت افرش بقى الصالة. بصوا يا جماعة، بصوا تحس كده ان الحتة دي يعني المنطقة دي في الشقة او في الصالة راقت. انا هنا جيت حطيت الكمبيوتر على الكومودينو ده، ورحت جيت حطيت السماعة هنا انا حاطة الكيسة على كرسي تحتها خشب صغير، عشان برضو ما تبقاش منها للارض مباشرة. وهبتدي بقى ان انا ايه، طبعا حطيت الفرش ده اساسي، لان بقى ايه انا قلت كل يوم خميس وكده هنيجي نقعد هنا، واروح جايه مشغله الكمبيوتر هنا على فيلم كرتون هم يطلبوه، ونقعد بقى ايه نتفرج بقى إيه في السهره بتاعت يوم الخميس وكده. والتلفزيون جوه زي ما انا قلت لكم برضو يحبوا يخشوا فيه زي ما هم عايزين. طب انتي هتعملي ايه في الصاله هنا؟ دي بقى برضه هخليها لكم بقى في المفاجأة، وانا بصور بقى كده دلوقتي كده. انا كنت خلاص النور الحمد لله ربنا هدايا يا رب وجه، بس بعد ما كنت بقى ايه شلت هنا بقى الكرسي اللي هو تحت الشباك دوت، ودخلت ما بين الكرسي وبعضه، ورحت نفضت الشباك ومسحته، ورحت مزعفه تاني الاوضه دي، لان الاوضه ديت انا كنت مزعفاها قبل ما احط فيها الحاجه، رجعت زعفتها كمان مره، ورجعت بقى نفضت الانتري تاني، وفرشت الستاره وفرشت السجاده وظبطت الدنيا. وهنا برضو المطبخ عملته وركبت الستاير اللي فيه، وغسلت الرخام، كل ده والله عاملاه في الضلمه على ضوء كشاف الموبايل بس. فعشان كده ما عرفتش ان انا ايه اصور معاكم وكده، هصور لكم ايه الدنيا ضلمه مش انا نفسي كنت شايفه بالعافيه. وهنا بقى بصوا بقى المنظر، انا طلعت المكتب والمكتبه من اوضه الاطفال وحطيتهم هنا، هوريكم المنظر دلوقتي بس ما نخش على الحمام بقى. هنا بقى انا دخلت طول ما انا كنت بعمل حاجه، يعني بروق في الشقه، انا كنت يعني حتى الغساله بغسل. عملت دورة، ودي كانت تاني دورة في الغسالة. فرشت برضو الحمام وغسلته وعملته، بس كان الحمام بصراحة عملته الحمد لله كان النور جه، لكن اخر حاجة بقى دخلت صبنت بسرعة الحوض والبانيو والقعدة والارض كله ورحت فرشته برضو. بصوا بقى، ده الروقان بقى بجد. انا قلت عيالي بيخافوا يذاكروا جوه في اوضه الاطفال لوحدهم على المكتب، كل ما اقول لهم خشوا ذاكروا يقولوا لي يا ماما انا خايفه اقعد لوحدي، يا ماما طب تعالي اقعدي معانا. فكسلوني عن المكتب، ورحت حطيت عليه الكمبيوتر، وقلت خلاص كده كده انتوا مش بتذاكروا، انا هستغل المكتب واحط عليه الكمبيوتر. فقلت بقى خلاص انا دلوقتي هطلعه لهم، برغم ان طبعا الجو هيبقى ساقعه، وان انا هقعد بيهم على الطبليه زي ما كنا بنذاكر وكده، فالجو هيبقى ساقع عليهم. فقلت لا انا هطلعه في الصاله بالشكل دوت، وهم قاعدين على الكرسي ويذاكروا، وايه ويبقى الموضوع بالنسبه لهم حلو وسهل وكده. فبقى هم كمان بقوا مبسوطين بيه، وانا بصراحه والله مبسوطه جدا جدا بالتغيير دوت، وحاسه ان انا إيه يعني كأني رحت شقة تانية. يعني حتى لو نقلتي حاجة بسيطة او غيرتي حاجة بسيطة، تحسي ان انتي غيرتي يعني بصي غيرت قدام عينيكم. فهنا بقى بوريكم بقى الشقة كده بعد ما الحمد لله اتفرشت. وهنا ده الطبق دوت فيه الملايات والمفارش بتاعت السرير، طبعا غسلتها، دي كانت الدورة الأولانية، واللي في الغسالة دي كانت الكوفرتيات. وبعد ما خلصت الكوفرتيات في هدوم حطيتها، فالغسالة والله اتفرمت الأيام دي معايا، بس يلا الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. ان احنا ايه ربنا يا رب يدينا الصحة، ونتنينا نغسل ونتنينا ننظف ونتنينا نعمل كل حاجة في البيت.
ودايما نفرح كده يا رب، ودايما نخلي بيتنا دايما عامر ونضيف، والنظافة زي ما قلنا ان هي من الايمان. يعني كلنا احنا كستات بنعمل اي حاجة في بيوتنا دوت، احنا مش بنعمله على الفاضي يا جماعة وبس، لا ده ربنا بيأجرنا عليه، لان احنا اصلا ربنا خلقنا للعبادة وللمهمة دي، ان احنا نربي عيالنا وننظف بيتنا. يعني دي عبادة برضو، ان احنا ننظف ونعمل، دي عبادة. فيا رب يا رب يصلح حالنا كلنا ويفرحنا كلنا. وانا بفرح بصراحة بأي حاجة، يعني اي حاجة لو هجيب فازة ورد جديدة بحس ان انا عايزة اقلب الشقة كلها كده عليها. وبكده الفيديو يكون خلص، يا رب يا رب يكون عجبكم. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. سلام.